لما كل الأدوار بتخلص فاضل منك ايه؟ خليني أسألك سؤال بسيط ولكن مخيف شوية. لو بكرة صحيتي الصبح ما بقيتيش ما بقيتيش موظفة، ما بقيتيش زوجة ولا بنت حد ولا طالبة ولا صاحبة حد ولا أي حاجة ولا حتى مسؤولة من حد، هتفضلي إيه؟ معظم الستات أول ما بسألهم السؤال ده بيسكتوا أو بيعيطوا، مش علشان هم ضعاف، عشان عمرهم ما اتسألوا انتي مين، بتحبي ايه، عايزة ايه، نفسك في ايه، انتي مين من غير اللي انتي بتعمليه. موضوع اكتشاف الذات مش موضوع ثنائي، ده ضرورة نفسية علشان ما نتهزش اول ما اي دور من الادوار اللي احنا بنلعبها تقع مننا. طب ليه في ستات كتيرة جدا بتضيع منها نفسها وما بتهتمش انها تدور على هويتها؟ وطبعا اول ما اي حاجة بتقف في حياتها هي نفسها بتحس انها وقفت. المجتمع بيربي الست على انها تكون مفيدة، مرضية، شايلة ومستحملة، فقيمتك اتربت بوظيفتك، سواء كانت كانت وظيفة، كانت زوجة، كانت بنت. عمرها ما اتربطت بوجودك لمجرد انك موجودة. ده اسمه سيلف كونسبت كولابس، يعني ذاتك حصل لها ارتباط شرطي بالادوار اللي انتي بتلعبيها، فلو دور منهم اتكسر ثقتك بنفسك بتنهار. مثلا عندك الام اللي نسيت نفسها وقعدت تربي في ولادها لحد ما هي اصلا نسيت انها انسانة. الزوجة اللي تحولت لمشروع انقاذ العلاقة الزوجية وبس. البنت اللي عايشة صبح وليل ترضي في اهلها. الست القوية اللي اتفرض عليها واتقال لها انها ممنوع تضعف. كل دي امثلة لستات اقوياء ولكن نسيوا هويتهم، نسيوا يفتكروا نفسهم في الرحلة. الأستاذة ميم اللي جات لي العيادة 37 سنة، اتجوزت بدري، خلفت بدري. ابنها الوحيد اللي بقى عنده دلوقتي 18 سنة قرر ان هو يدخل الجامعة برا مصر، وهي واقفة على باب اوضته شايفاه وهو بيلم حاجاته، جالها حالة انهيار وما قدرتش انها تبطل تعيط. جزء من عياطها وانهيارها كان وجع قلبها ان ابنها هيبعد عنها، لكن الجزء الاكبر ان هي اكتشفت انه لو مشي من البيت هي مش هيكون ليها اي لازمة. وابتدت ساعتها تسأل نفسها، انا وجودي يا ترى لسه ليه لازمة ولا انا انتهيت خلاص؟ فحست انها في امتي نست، والهوية بتاعتها فقدتها تماما. ذاتها كانت مربوطة 100% بدور الأمومة. الأستاذة دال 39 سنة برضو جات لي العيادة، مطلقة، طول عمرها مقضياه تكون الزوجة المثالية. بعد الطلاق ابتدت تحس بالضياع، بالخوف، بتعلق مرضي. أي علاقة تدخل فيها، أي حد معدي بيطبطب عليها أو بيقول لها كلمتين كويسين بتتعلق بيه تماما، سواء ستات أو رجالة. فبنت صداقات مرضية كتيرة جدا بينها وبين سيدات، ودخلت في علاقة مليانة إساءة وأذى، ولكن بقت متعلقة جدا بالعلاقة دي لدرجة إنها مش عارفة تمشي. فهنا الايدنتيتي بتاعتها حصل لها مزج أو فيوجن، ثابت في العلاقة وما بقاش في أنا. الأستاذة نون 41 سنة، ناجحة جدا وقوية، كل الناس بتعتمد عليها، لكن من جواها حاسة بفراغ وإنها عايشة غلط في غلط. فهنا الهوية بتاعتها تحولت لسورفايفل مود، آلة نجاة أو أداة للنجاة، وعاشت جوه أنا لازم أعيش وأنا لازم أنجو، لحد ما ابتدينا نغير ده. فالهوية بتاعتها ارتبطت ارتباط شرطي بأنها عايشة علشان تؤدي وتدي وتستحمل، من غير ده هي مش عارفة تعيش. طب أنا أقدر أكتشف ذاتي إزاي واكتشف ذاتي بجد؟ يبقى عندي هوية مستقلة من كل الأشياء اللي بتلعب أدوار جوه حياتي. اكتشاف ذاتك ولا دلع ولا أنانية ولا تمرد على الأدوار اللي انتي بتلعبيها. اكتشاف الذات إنك تعرفي انتي مين، سواء الدور ده موجود أو مش موجود. الذات النفسية بتتقسم من قيمتك واحتياجاتك وحدودك ورغباتك
وشخصيتك الحقيقية، حتى لو شخصيتك الحقيقية دي مش مقبولة من المجتمع. فعلشان تبتدي تكتشفي هويتك وذاتك الحقيقية، أول خطوة هنعملها هي الفصل ما بينك وما بين أدوارك. تاخدي الورقة والقلم بتوعك وتبتدي تسألي نفسك: هو أنا إيه غير إن أنا أم؟ هو أنا إيه غير إن أنا زوجة؟ هو أنا إيه غير اللي الناس مستنياني أكون عليه؟ في الأول جايز ما تلاقيش ردود أو ما تعرفيش تردي، لكن لو فكرتي في مميزاتك وعيوبك هتلاقي إن من المميزات دي حاجات كتيرة جدا تخص هويتك. وهنا لازم تفكري إن أنتي إنسانة بتحب وبتكره وبتحتاج وبتحلم. ايه الحاجات دي؟ ايه اللي انتي بتكرهيه وايه اللي انتي بتحبيه؟ ايه اللي انتي عايزة تحققيه؟ الخطوة التانية انك تستعيدي صوتك الداخلي. صوتك الحقيقي اتغطى، علشان كده بتشكي في قراراتك، بتستأذني، بتخافي حتى انك تختاري. فالتمرين انك برضو بالورقة والقلم تسألي نفسك: هو انا محتاجة ايه دلوقتي؟ مش المفروض عليا ايه دلوقتي؟ وتبتدي في حوار صريح بينك وبين نفسك يظهر لك احتياجاتك الحقيقية، ومن خلال احتياجاتك دي هيرجع لك صوتك. وهنا ندخل في الخطوة الثالثة وهي بناء حدودك. مفيش ذات من غير حدود، وكل مرة بتقولي وانتي عايزة تقولي لأ، انتي بتسمحي ان هويتك تضيع منك خطوة خطوة، فبتمسحي نفسك شوية بشوية. ابدأي بحد واحد، موقف واحد، علاقة واحدة، واكتبي نفسك ايه يتغير في العلاقة دي وفي الموقف ده، بس مش نفسك ايه اللي يحصل الناس اللي براكي هم اللي يعملوه. اكتبي انتي عايزة تعملي ايه مختلف في نفس المواقف، مع نفس الأشخاص، في نفس المشاكل، ولكن لما تيجي تطبقي الحدود دي اختاري موقف واحد، علاقة واحدة أو شخص واحد. الخطوة الرابعة هنا إنك ترجعي العلاقة مع نفسك. العلاقة مع الذات بتحتاج وقت لوحدك، وأسئلة صادقة كتيرة بتردي عليها، وقبول ليكي كلك على بعضك بعيوبك بمميزاتك من غير ما يبقى عندك مشكلة، وقبول ضعفاتك. فوقتك لنفسك، قبول ضعفاتك، وأسئلة تردي عليها بكل صدق هتكون البنيان الأساسي في ان انتي ترجعي العلاقة بينك وبين نفسك. لأن الست اللي بتعرف نفسها ما بتتهزش وما بتضيعش. عايزة أفكرك ان انتي مش متأخرة، انتي بس اتعودتي تعاني في صمت، واتعودتي انك تعيشي من غير ما يبقى عندك أي علاقة بينك وبين نفسك. اتعودتي ان انتي تكوني أداة ودور بيتلعب في أكمل وجه. جه الوقت انك تسألي انتي مين وانتي عايزة تعيشي ازاي.